بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احنا الحلقة دي يعني دمها خفيف شوية، بنتكلم فيها عن إن دايما الأزواج لما تسأل أي راجل يقول لك أنا مراتي نكدية جدا، وتسأل الزوجات تقول لك والله أنا جوزي يكاد يكون مش موجود وما بيساعدنيش في أي حاجة ومعاملته وحشة جدا معايا وكده. ومشاكل البيوت دايما يعني تكاد تكون يعني واحدة وكلها بتنحصر في مجموعة أحاديث هنقولها النهاردة ونعيش معاها ونحاول ندي لكل واحد حقه. يعني في حق للزوج وحق للزوجة، ولو حصل الاتنين كل واحد فيهم راعى التاني الدنيا بتمشي. نبدأ بحق الزوجة عشان الرجال يعني قوامون على النساء، والرجل هو له حق القوامة، وأنا حابب إن الرجالة هي اللي تشيل أكبر عبء أكثر لقوامتهم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج الضلع أعلاه، فإذا أردت أن تستقيموا كسرت، وكسر المرأة طلقها، فإذا أردت أن تستمتع بها فاستمتع بها وفيها عوج. معنى إن المرأة خلقت من ضلع أعوج أي أن المرأة بطبعها عاطفي، يعني معظم كلامها عاطفي. يعني مثلا تكلمك في التليفون تقول لك أنت فين؟ أنا في الشغل. طب لغاية دلوقتي؟ أيوة لغاية دلوقتي. طيب وأنت جاي هات مثلا فاكهة معاك، تجيب فاكهة وأنت جاي مثلا تقول لك الفاكهة بايظة وجبتها بكام وما تعجبهاش حاجة والكلام ده كله. هي كل الكلام ده كله هي بلغتنا احنا كده بتدل عليك. هي طبعا أنت وحشها وبتبقى تتمنى ان انت تبقى معاها معظم الوقت، وتتمنى ان انت ما تروحش شغلك، وتتمنى كل حاجة. فهي المرأة بطبعها خلقت من ضلع أعوج أي يغلب عليها طابع العاطفة. الراجل بقى مستقيم، هو بره البيت على طول بيتعامل مع أصحابه، بيتعامل في شغله كلام مستقيم، فبيرجع البيت يتمنى ان يشوف حد بيتكلم كلام مستقيم زيه، عسكري زيه. فيبقى انت كده تتمنى ان انت تعيش راجل معاه، او انت عايز يكون في راجل معاك في البيت. فنحن نقول خلقت المرأة من ضلع أعوج، وأعوج الضلع أعلى، فإذا أردت أن تستقيموا، عايزها مستقيمة كلامها مظبوط ما فيهوش عاطفة، وده مستحيل ان هو يحصل الكلام ده، فكسرتها، وكسر المرأة طلقها، يبقى أنا أستمتع بها وفيها عوج. يبقى أنا لازم أعلم إن كل خناقات مراتك بتكون بسبب إنها بتغير عليك، إن أنت وحشها، إن هي بتحبك. ما بتكونش الهدف منها إن هي تضايقك أو إن هي تعي ما تقول، لكن هي بتعبر عن حبها بالشكل ده، بتعبر عن إن هي أنت بتوحشها والكلام ده بالشكل ده. فيجب إن إحنا نراعي هذا الأمر. الأمر الثاني في حديث جميل نوصي كل الأزواج إن هم يسمعوه ويقروه ويعرفوا تفسيره، ما يدعى بحديث أم زرع. إن في 11 ست في الجاهلية جلسنا وتعاقدنا إن كل امرأة تخبر عن أمر زوجها. الحديث ده يا جماعة في البخاري حوالي يعني صفحة ونص، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى السيدة عائشة وهي بتخبره بالصفحة ونص دول ولا يتكلم، يستمع. فعشان كده احنا عايزين نقول إن إزاي إن لازم كل رجل يخصص وقت لمراته، وإنه يسمع حتى لو الكلام مش على هواه، بتحكي لك مشكلة، بتحكي لك قصة، الكلام ده كله. فهي أخبرته إن المرأة الخامسة قالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وأنا حبيت إن أنا أخد بس الرجل ده وإن أنا أتكلم عليه. زوجي إذا دخل فهد يعني لو دخل البيت كالفهد، بيعدي بمزاجه، هو عارف الغلط بس بيعديها بمزاجه، باسمها بيتغافل، مش مغفل، بيتغافل. تعرفين الفهد بينام عين وعين. يعني مثلا في رجل دخل إلى بيته، فدخل غرفة النوم فلقاها مطربة، فقام كاتب على المراية إني أحبك بالتراب كده. فخلاص الرسالة وصلت والحكمة وصلت والسياسة وصلت، إن إيه؟ إن خلاص أنا وصلت رسالة لمراتي إن إيه؟ إني أحبك. إنما أنت لما تخش وتزعق وتقلب البيت ما عملناش حاجة. فزوجي إذا دخل فهد، لكن إذا خرج أسد كالأسد مع أصحابه ولا يسأل عما عهد. فبعض الأزواج لما يخش البيت يكرهك في البيت. يعني أنا قلت دي ما تبقاش هنا، وأنا قلت دي تبقى هنا، وأنا ما بحبش فلانة، وأنا ما بحبش علانة. تقول لك هو أنت ناوي تخرج إمتى؟ نمكي. فالمرأة ما بتحبش الرجل النمكي، تحب الراجل اللي هو يكون يتكلم معاها، يفرغ لها وقته والكلام ده كله. طيب ده
في حق الزوجة نختم بقول الحق سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. طيب تعالي بقى، أنا جبت لك حقك وقلت له أهو الراجل يعمل اللي عليه، تعالي بقى أنت لازم تعرفي إن الرجل له حقوق عليك. حقوق الرجل يا ريت إن هي تتلخص في كلمة من 4 حروف: حاضر فقط. هي دي أصعب كلمة على المرأة. وفي الرجل له حقوق كثيرة، ولازم تبقى عارفة إن جوزك ده قصة. يعني جوزك ده لما بيتجوزك بيكون أعلى من الأب، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم قدر الزوج على مراته. وأن من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. شوف إلى أي مدى. بل وإن الزوجة لا تستطيع أن تصوم النوافل إلا ما ترجع لجوزها. فكل دي أحاديث تدل إن الرجل له قدر عظيم عند المرأة. فإحنا مش مطلوب منك غير حاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث عبد الرحمن بن عوف: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأحصنت فرجها، والرابعة دي بقى اللي صعبة عند كثير من النساء، وأطاعت زوجها، تقول حاضر بس، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. إنما الرجل بيبقى محتاج إلى جهاد ومحتاج إلى حاجات كتير، إنما المرأة لا، تصوم بس شهرها وتصلي 5 وتحسن فرجها وتطيع زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فدي كانت رسائل بسيطة حبينا إن إحنا ندي كل واحد حقه، وإن البيت مفترض إن هو بيقوم عليكما، وإن الأصل إن في أولاد ومحتاجين إحنا نربي الأولاد دي في بيت يعني سوي، والأولاد يطلعوا أسوياء. فده بتكون الأساس. فالأصل إن المرأة بتكون عاطفية، فلازم الراجل يفهم الحتة دي، وإن الرجل رجل، لازم المرأة برضو إنها تراعيه وإنها تعرف إن له حق عليه وتكبر له. إنما لما بنبتدي نخش فيه كرامة وبنبتدي نخش فيه الكلام ده بيحصل الطلاق الكثير احنا بنسمع عنه والكلام ده كله. فأتمنى إن احنا الحلقة دي تكون مفيدة لإصلاح كثير من البيوت. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك.